السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سيد كامل MSK من قناة يلا انجليزي. بس طبعا قبل ما نبدأ مش محتاج ان انا افكرك ان انت تعمل لايك وكومنت وشير للفيديو ده، ولو عندك اي تعليق اكتب لنا تحت في الكومنتس هنكون سعداء جدا بيه. ويلا بينا ان شاء الله نبدأ الفيديو. اول كلمة معانا كلمة glorify، وكلمة glorify يعني يعظم او يبجل، والاسم منها glorification اللي هو التعظيم. وعندنا اسم تاني اللي هو glory يعني العظمة، والصفة منها glorified يعني مبجل أو معظم. وتعالى مع بعض نشوف الأمثلة. I hate films which glorify violence. I hate films which glorify violence. أنا أكره الأفلام التي تمجد العنف. أما المثال الثاني: Their bosses view them as no more than glorified typists and they are denied career opportunities. Their bosses view them as no more than glorified typists and they are denied career opportunities. يعني الرؤساء بتاعهم بينظروا لهم على انهم مش اكتر من كاتبين، على الاقل كاتبه يعني ممجدين او مبجلين، وبيحرموهم من فرص العمل. Their bosses view them as no more than glorified typists and they are denied career opportunities. اما المثال الثالث معانا: What do you think of the glorification of sportsmen? What do you think of the glorification of sportsmen? يعني ايه رأيك في تمجيد الرياضيين؟ طبعا كلمة glorification اللي هو النون من كلمة glorify اللي هو تعظيم الرياضيين. ايه رأيك فيه؟ His moment of glory came when he defeated his opponent. His moment of glory came when he defeated his opponent. يعني لحظة مجده جت عندما هزم خصمه. وكان معانا برضو كلمة exalt، وكلمة exalt يعني يعظم أو يبجل برضو. أما العظمة والتبجيل اسمها exaltation، والصفة exalted يعني معظم أو مبجل. ولما أقول exalt الله يعني عظم الله عز وجل، عظم الله، exalt الله. بعد كده كان معانا كلمة name، وكلمة name يا إما معناها اسم أو يسمي. We named our daughter سارة، يعني سمينا بنتنا سارة. بعد كده كان معانا كلمة هاي، وكلمة هاي يعني عالي أو مرتفع، والاسم منها height اللي هو العلو أو الارتفاع. والأمثلة بتقول: This is the highest mountain in Japan. يعني هذا هو أعلى جبل في اليابان. What's the height of this mountain؟ يعني ما هو ارتفاع هذا الجبل؟ طب خلي بالك معايا بقى، كلمة هاي المقارنة بتاعتها دايما بتبقى higher و the highest. higher than أعلى من أو أكثر ارتفاعا من. أما المقارنة الثالثة أو صيغة التفضيل the highest، يعني أقول this mountain is higher than this mountain، يعني الجبل ده أعلى من الجبل ده. عايز أقول this is the highest، صيغة التفضيل العليا. أما في الكتابات الأدبية والدينية بتتكلم عن المقام، فهتقولها high، more high و the most high. بعد كده معانا كلمة proportion، وكلمة proportion معناها تناسب أو نسبة أو يناسب. التناسب بين حاجة معينة أو النسبة أو يناسب. والأمثلة بتقول: The proportion of women graduates has increased in recent years. يعني نسبة الخريجات النساء زادت في السنوات الأخيرة. The proportion of women graduates has increased in recent years. والمثال اللي بعد كده بيقول: Builders must learn about scale and proportion. يعني البناؤون يجب أن يتعلموا عن الحجم والتناسب. scale and proportion. أما المثال الأخير بيقول: The amount of damages awarded is proportion to the degree of injury caused. يعني تتناسب قيمة التعويضات الممنوحة مع درجة الضرر الناجم. يعني التعويضات اللي هتاخدها دي تتناسب مع درجة الضرر اللي موجود عندك. amount كمية، damages كلمة damages معناها التعويضات، الفلوس اللي بتاخدها تعويض عن حاجة معينة، ودايما بتيجي جمع، فبقول the amount of damages يعني نسبة أو كمية التعويضات awarded is proportioned تتناسب to the degree درجة injury caused. injury يعني الإصابة الناجمة أو المسببة. كلمة determine، وdetermine معناها يحدد أو يقرر، وجاء منها الصفة determined، وdetermined معناها عازم أو مصمم. أما الاسم منها determination
determination العزم أو الإصرار. وفي اسم تاني determinant هو العامل المحدد، عامل محدد. تعال بينا نشوف الأمثلة. The aim of the inquiry was to determine what had caused the accident. The aim of the inquiry was to determine what had caused the accident. يعني كان الهدف من التحقيق ده هو تحديد سبب الحادث. The aim هدف of the inquiry التحقيق was to determine لكي نحدد what had caused ايه اللي سبب the accident الحادثة. المثال الثاني بيقول she was determined to win. She was determined to win يعني كانت مصممة على الفوز. Determined to win. You show great determination to learn English. You show great determination to learn English. You show great determination to learn English. انت بتظهر اصرار كبير جدا على تعلم اللغة الإنجليزية. Social class is a major determinant of consumer spending patterns. Social class is a major determinant of consumer spending patterns. يعني الطبقة الاجتماعية هي المحدد الرئيسي لأنماط الإنفاق الاستهلاكي. Social class الطبقة الاجتماعية is a major determinant محدد رئيسي of consumer spending patterns. pattern أنماط spending إنفاق consumer اللي هو الاستهلاكي. consumer spending patterns أنماط الإنفاق الاستهلاكي. Social class is a major determinant of consumer spending patterns. Bring out يخرج أو يحدث. والمثال بيقول He's bringing out a new book next month. He's bringing out a new book next month. He is bringing out a new book next month. يعني سيصدر كتابا جديدا الشهر المقبل. أما كلمة pasture اللي هو المرعى الأخضر، وتيجي فعل يرعى يبقى مرعى أو يرعى. تعال نشوف الأمثلة. We have 10 acres of rich pasture. We have 10 acres of rich pasture. يعني لدينا 10 أفدنة من المراعي الغنية. Many a horse was put out to pasture here. Many a horse was put out to pasture here. Many a horse was put out to pasture here. يعني تم وضع العديد من الخيول للرعي هنا. Many a horse يعني كثير من الخيول. كلمة turn into وturn into معناها يحول إلى أو يتحول إلى. والأمثلة بتقول Refugee parents despair as Gaza streets turn into battlegrounds. Refugee parents despair as Gaza streets turn into battlegrounds. يعني يأس الآباء اللاجئين مع تحول شوارع غزة إلى ساحات قتال. بعد كده معانا كلمة debris وكلمة debris معناها حطام أو أنقاض. حطام أو أنقاض. المثال بيقول The streets of Gaza were littered with debris after the Israeli military carried out airstrikes on the city. The streets of Gaza were littered with debris after the Israeli military carried out airstrikes on the city. وتناثرت الأنقاض في شوارع غزة بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على المدينة. والكلمة اللي بعد كده معانا كلمة stubble وstubble معناها بقايا الزرع بعد الحصاد اللي هو القش مثلا. والأمثلة بتقول Gaza has been reduced to stubble. Gaza has been reduced to stubble يعني قد تحولت غزة إلى قش. وكلمة stubble كمان ممكن تيجي بمعنى حطام أو أنقاض. UN humanitarian monitors say at least 2,700 people including 1,500 children are missing and believed buried under the stubble. UN humanitarian monitors say at least 2,700 people including 1,500 children are missing and believed buried under the stubble. يعني يقول مراقبو الشؤون الإنسانية التابعون للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 2700 شخص من بينهم 1500 طفل في عداد المفقودين ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض. الكلمة اللي بعد كده كانت كلمة recite وريسايت معناها يتلو أو يقرأ والاسم منها recitation recitation يتلو تلاوة. تعال نشوف الأمثلة. She recited a poem that she had learned at school. She recited a poem that she had learned at school. يعني هي ألقت قصيدة تعلمتها في المدرسة يعني تلتها أو قالتها. I like to listen to recitations from Quran. I like to listen to recitations from Quran. يعني أحب الاستماع إلى تلاوات من القرآن الكريم. بعد كده معايا كلمة forget وكلمة forget معناها ينسى وتصريفها التاني forgotten. We will never forget what happens in Gaza.
We will never forget what happens in Gaza. يعني لن ننسى أبدا ما يحدث في غزة. في قاعدة مهمة جدا مرتبطة بكلمة forget، وإن لو جه وراها to الانفينيتيف معناها كده إن أنت تنسى فلا تفعل الشيء اللي كان المفروض تعمله. أما لو جه وراها ing فمعناها إن أنت تعمل حاجة وبعد كده تنساها. يبقى forget to ينسى فلا يفعل، أما forget ing يفعل ثم ينسى. تعال نشوف الأمثلة. Don't forget to buy bread. Don't forget to buy bread. يعني ما تنساش تشتري. قصدي أقول افتكر إن أنت تشتري. I forgot to bring the umbrella. What can I do now? I forgot to bring the umbrella. What can I do now? يعني أنا نسيت أجيب الأمبريلا معايا فما جبتهاش. أعمل إيه دلوقتي؟ I will never forget visiting this place. I will never forget visiting this place. I will never forget visiting this place. يبقى أنا زرت المكان ده وأنا مش هنسى زيارتي للمكان ده. كلمة except. except معناها ما عدا أو باستثناء، وممكن تيجي معناها يستثني، يعني ممكن تيجي كفعل except. تعال نشوف الأمثلة. The office is open every day except Sundays. The office is open every day except Sundays. يعني المكتب مفتوح كل يوم ما عدا أيام الحد. أما لو عايز تستخدم except على إنها فعل بيقول هنا في الجملة High technology equipment would be accepted from any trade agreement. High technology equipment would be accepted from any trade agreement. يعني سيتم استثناء المعدات ذات التقنية العالية من أي اتفاقية تجارية. بعد كده معانا كلمة will، وكلمة will جاية هنا فعل بمعنى يشاء أو يرغب، وممكن تيجي بمعنى رغبة أو وصية أو إرادة. رغبة أو وصية أو إرادة. والتعبير معانا في تعبير مرتبط بيها بيقول against your will، يعني ضد إرادتك أو غصب عنك أو رغما عنك. تعال نشوف الأمثلة. Children sometimes have strong wills. Children sometimes have strong wills. Children sometimes have strong wills. يعني أحيانا كتيرة الأطفال بيكون عندهم إرادات قوية. بعد كده معانا كلمة allowed. allowed، وكلمة allowed معناها بصوت مسموع، أما كلمة loudly معناها بصوت عالي أو مزعج. والأمثلة بتقول علي would you read the poem aloud؟ علي would you read the poem aloud؟ ممكن تقرأ البوم بصوت عالي أو مسموع. ممكن أقول بقى you mustn't speak loudly in the library. You mustn't speak loudly in the library. يعني ما ينفعش تتكلم بصوت عالي أو مزعج في المكتبة. بعد كده كان معانا كلمة apparent، وapparent معناها واضح أو ظاهر، والظرف منها apparently. apparently يعني من الواضح أو بوضوح أو ظاهريا. والأمثلة بتقول It soon became apparent that we had a major problem. It soon became apparent that we had a major problem. يعني وسرعان ما أصبح من الواضح أن لدينا مشكلة كبيرة. Apparently the company is losing a lot of money. Apparently the company is losing a lot of money. ويبدو أن الشركة تخسر الكثير من المال. أما آخر كلمة معنا في الآية كانت hidden. وكلمة hidden جاية من كلمة hide يعني يخفي، وهيد الماضي التصريف الثاني، وhidden يعني التصريف الثالث اللي هو أخفى أو خبأ. وكلمة hidden بقى التصريف الثالث ده أو الباست participle ممكن يجي بمعنى باطني أو مخبأ أو مختفي. hidden. المثال بيقول They found the hidden treasure. They found the hidden treasure. يعني لقد وجدوا الكنز المخفي. وترجمة الآية تاني بتقول Except what Allah wills. Indeed, He knows whatever is said aloud and whatever is hidden. أو what is apparent and what is hidden. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أما الآية رقم 8 ونيسرك لليسرى. ترجمة الآية هتبقى And we shall ease you towards ease. And we shall ease you towards ease. And we shall ease you towards ease. طبعا كلمة ease هنا جاية بمعنى سهولة أو يسر، أو الفعل ييسر أو يسهل. والأمثلة بتقول They won with ease. They won with ease. يعني لقد فازوا بكل سهولة. The bowl is removable for ease of cleaning. The bowl is removable for ease of cleaning. يعني الوعاء قابل للإزالة لسهولة التنظيف. He'll give you something to ease the pain. He'll give you something to ease the pain. هنا جاية بمعنى يخفف، سوف يعطيك شيئا لتخفيف الألم. A huge road building program to ease congestion will be planned. A huge road building program to ease congestion will be planned. يعني سيتم التخطيط لبرنامج ضخم لبناء الطرق لتخفيف الازدحام. وكان معانا كلمة toward أو towards معناها اتجاه. المثال بيقول He noticed two policemen coming towards him. He noticed two policemen coming towards him. يعني ولاحظ أن اثنين من رجال الشرطة يقتربان منه. All the windows face toward the river. All the windows face toward the river. يعني جميع النوافذ تواجه النهر.
معانا كلمة remind، وريمايند معناها يذكر، يفكر حد بحاجة، والاسم منها reminder، وجت معانا قبل كده في الأمثلة. أما كلمة benefit فممكن تيجي فعل بمعنى ينفع أو يفيد، وممكن تيجي اسم بمعنى ميزة، والصفة منها beneficial. beneficial يعني نافع أو مفيد. والأمثلة بتقول The company provides medical benefits. The company provides medical benefits يعني توفر الشركة فوائد طبية أو منافع طبية. They are working together to benefit the whole community. They are working together to benefit the whole community يعني إنهم يعملون معا لصالح المجتمع بأكمله. كلمة fear، وكلمة fear يعني خوف أو يخشى، فعل أو اسم، والصفة منها كلمة fearful، وده معناها خائف، بتبقى فورمال شوية. وكمان في معنى في البريتش انجلش معناها سيء للغاية، فلو قلت لك fearful كذا يبقى الحاجة دي سيئة للغاية. وممكن كمان تيجي في الرايتنج بمعنى مخيف، شيء مخيف. تعال نشوف الأمثلة. Women fear to go out at night. Women fear to go out at night. Women fear to go out at night يعني كانت النساء يخشين الخروج ليلا. I have a fear of spiders. I have a fear of spiders. لدي خوف من العناكب. People are fearful of rising crime in the area. People are fearful of rising crime in the area يعني يخشى الناس من ارتفاع معدلات الجريمة في المنطقة، يعني هم خايفين. fearful of خايفين من. The room was in a fearful mess. The room was in a fearful mess يعني كانت الغرفة في حالة من الفوضى المخيفة أو المرعبة أو السيئة للغاية. I saw a fearful creature يعني I saw a fearful creature يعني رأيت مخلوقا مخيفا. بعد كده معنا كلمة constant والظرف منها constantly. وكلمة constant معناها دائم، وconstantly معناها دوما أو بشكل دائم أو مستمر. والأمثلة بتقول Palestinian children lived in constant fear of being attacked. Palestinian children live in a constant fear of being attacked. Palestinian children live in constant fear of being attacked يعني يعيش الأطفال الفلسطينيون في خوف دائم من التعرض للهجوم. The English language is constantly changing. The English language is constantly changing يعني اللغة الإنجليزية بتتغير باستمرار. معنا كلمة wretched، وكلمة wretched معناها تعيس أو بائس أو شقي، وavoid معناها يتجنب، وignore يعني يتجاهل. طبعا معنا كلمة enter يعني يدخل، جاي منها كلمة entrance اللي هو المدخل أو الباب مثلا. وجات معنا قبل كده كلمة roast معناها يقلي أو يشوي، وكلمة gigantic معناها ضخم. أول كلمة معنا في الآية كلمة die، وdie معناها يموت، والصفة منها dead يعني ميت، ما تلخبطش بينها وبكلمة deadly معناها مميت، تمام كده؟ فالصفة dead ميت أو الصفة deadly مميت. أما الاسم منها اللي هو death أو الموت. والأمثلة بتقول he died last year يعني هو مات السنة اللي فاتت. This plant is dead النبات ده ميت. Death is inevitable يعني الموت شيء حتمي. I saw a deadly snake يعني شفت ثعبان مميت أعاذكم الله. بعد كده معانا كلمة live اللي هي يعيش، وخلي بالك عندك منها صفة اسمها live معناها حي أو مباشر، وعندك صفة تانية منها اسمها alive يعني على قيد الحياة، أو living على قيد الحياة. يبقى تاني عندي live حي أو مباشر، alive يعني على قيد الحياة، living على قيد الحياة برضو أو حي. واحد يقول لي إيه الفرق؟ هقول له إن كلمة live دي بتيجي قبل الاسم عادي، ممكن تيجي معنا حاجة مباشرة أو على الهوا يعني. alive ما بتجيش قبل الاسم، يعني لازم تيجي بعد verb to be، يعني ما ينفعش أقولها I saw an alive person شخص على قيد الحياة، لا، اسمها مثلا living person، living people، living things، تمام كده؟ يبقى كلمة living بتيجي قبل الاسم عادي. طيب عندي بعد كده كلمة life اللي هي الحياة نفسها. أما كلمة lively صفة برضو بمعنى مفعم بالحيوية أو نشيط. تعال نشوف الأمثلة. I've been living here for 35 years. I've been living here for 35 years يعني عايش هنا بقالي 35 سنة. Protesters want to stop the export of live sheep and cattle. Protesters want to stop the export of live sheep and cattle يعني المتظاهرون يريدون وقف تصدير الأغنام والماشية الحية. There isn't enough live coverage of the events in Gaza on social media. There isn't enough live coverage of the events in Gaza on social media يعني لا توجد تغطية حية كافية لأحداث غزة على وسائل التواصل الاجتماعي. English is one of the living languages. English is one of the living languages يعني اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات الحية.
It was a bad accident. They are lucky to be alive. It was a bad accident. They are lucky to be alive. يعني لقد كان حادثا سيئا وإن هم محظوظين جدا لأنهم على قيد الحياة. Learning goes on throughout life. Learning goes on throughout life. يعني التعلم بيستمر طوال الحياة. My brother is a lively child. My brother is a lively child. يعني أخي مفعم بالحيوية. طبعا معانا كلمة surely يعني بالتأكيد. Successful يعني ناجح، ودي جاية من كلمة succeed يعني ينجح. Succeed in ينجح فيه. Success اللي هو النجاح نفسه أو شخص أو شيء ناجح. A success يعني نجاح أو شيء ناجح. طبعا successful قلنا ناجح الصفة، و successfully بنجاح. وكان معانا برضو كلمة purify، و purify يعني يطهر. الاسم منها نقاء اللي هو purity، والتنقية أو التطهير purification، وعندي الصفة منها pure اللي هو نقي. ومعظم الكلمات ديت بتصريفاتها جت قبل كده في فيديوهات سابقة، فتابع السلسلة من الأول عشان تشوف الأمثلة. معانا كلمة remember معناها يتذكر، وزي ما قلنا مع كلمة forget إن ليها قاعدة مع to المصدر والing. هنا برضو معانا قاعدة مع كلمة remember. لو قلت remember to do something تفتكر تعمل حاجة، يعني تفتكر وبعد كده تعملها. أما لو قلت remember وراها ing يبقى أنت عملت الحاجة وبعد كده افتكرت إن أنت عملتها. والأمثلة بتقول Can you remember what the man looked like? Can you remember what the man looked like? هل يمكنك أن تتذكر كيف كان شكل الرجل؟ I remember to pray. I remember to pray يعني افتكرت فصليت. I remember meeting you before. I remember meeting you before يعني فاكر إني قابلتك قبل كده. بعد كده كان معانا كلمة pray، و pray معناها يصلي أو يدعو، والاسم منها prayer. ما تقولهاش prayer، هي prayer يعني الصلاة أو الدعاء. كلمة prefer معناها يفضل، والاسم منها preference يعني تفضيل. والأمثلة بتقول I prefer to travel by train. I prefer to travel by train. Do you have a color preference? Do you have a color preference? هل عندك لون مفضل؟ معانا كلمة worldly life اللي هي الحياة الدنيا. كلمة last معناها يستمر أو يدوم، وlasting معناها دائم. والأمثلة بتقول Cheap saucepans can't really be expected to last. Cheap saucepans can't really be expected to last. Cheap saucepans can't really be expected to last. يعني من غير المتوقع حقا أن تدوم القدور الرخيصة، يعني ما تشتريش مثلا حاجة رخيصة وتتوقع منها أن هي تدوم لفترة طويلة. The reforms will bring lasting benefits. The reforms will bring lasting benefits يعني الإصلاحات هتجلب فوائد دائمة. كلمة early معناها مبكر أو مبكرا، صفة يجي وراها اسم أو حال، يعني مبكرا تيجي في آخر الجملة. والأمثلة بتقول In the early days the railways mainly carried goods. In the early days the railways mainly carried goods يعني في الأيام الأولى، في القديمة، قصدي زمان. early days معنى قصدي زمان، كانت سكك الحديد تنقل البضائع بشكل رئيسي. She is in her early 20s. She is in her early 20s يعني هي في أوائل العشرينات من عمرها. We arrived early يعني وصلنا مبكرين، وهنا استخدمناها كأنها حال.